بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. انا النهارده جايه لكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. انا النهارده كنت رايحه هايبر اجيب بقى مشتريات الشهر وكده، وكنت عايزه اجيب المبرد اللي هو مبرد الميه. فبصراحة رحت هايبر، تابعوا معايا كده الفيديو عشان انا هوريكم حاجات جميلة جدا الفيديو ده، وهوريكم جبت بقى المبرد بتاعي منين وجبت نوعه ايه، وهعمل لكم ريفيو عنه. تابعي معايا الفيديو كده للاخر عشان تشوفي. بصراحة المبرد طلع مش قد كده. بس ايه، تابعي معايا الفيديو عشان اوريكي بقى المبرد بتاعي واوريكم نظامه. وتابعي الفيديو اللي جاي ان شاء الله عشان هقولك انا عملت ايه في المبرد بتاعي و... وايه اللي انا إيه الخطوات اللي انا خدتها. بصوا عمار بقى هو لما كان تعبان وكان مخيط دماغه ويعني الحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله. هنا بقى دخلنا هو هايبر. طبعا عيالي بيروحوا هايبر علشان يلعبوا، مش عشان نشتري مشتريات ولا اي حاجة، لا هم رايحين عشان يلعبوا. هنا هو رحت جبت علبة سمنة وجبت مكرونات وجبت دقيق وجبت زيت وجبت خل وجبت شوية مشتريات كده اللي هي ايه الحاجات اللي ناقصاني. ما جبتش حاجات كتير، انا كنت رايحة في الاساس علشان اجيب المبرد. بس ما لقيتش عندهم بصراحة النوع اللي انا عايزاه. انا كنت عايزة كولدير، ما لقيتش النوع الكولدير، لقيت انواع تانية كده ومش معروفة، وبصراحة لقيتها غالية جدا. فانا ما كنتش عاملة حسابي على كده. فبصراحة ما اشتريتش بقى من عند هايبر. رحت اشتريت بقى الحاجات اللي انا عاوزاها. اشتريت جبن واشتريت خل واشتريت زيت واشتريت زبدة واشتريت سمنة، واشتريت بقى ايه شوية الحاجات اللي هي ناقصاني دي. طبعا انتوا عارفين ان ممنوع تصوير في هايبر اصلا، بس انا ايه كنت بصور لكم كده لقطات لقطات صغننه كده. اشتريت جبن برضو اللي هي اللانشون وجبنه بيضه وصدور رومي دي. جبت دي اللي هي الصدور الرومي. وجبت حاجات بقى من عندهم شويه مشتريات كده. بس الحمد لله يعني كلناهم. فقلت بقى ايه انزل لكم الفيديو واوريكم بقى الحاجه اللي انا اشتريتها. واشتريت مكرونات، انا كان عندي رز، يعني انا جايبه شكاره رز فما اشتريتش رز، اشتريت مكرونات واشتريت الحاجات دي. بصوا ايسل طبعا قاعده تلعب. واشتريت مسحوق، اشتريت اوكسي دوت. بس المهم اشتريت شويه حاجات كده كتيره وحلوه. مش كتيرة يعني، اشتريت شوية حاجات بس الحاجات اللي ناقصاني اللي هي الضرورية. لان زي ما قلت لكم انا ما كنتش رايحة عشان اشتري الحاجات دي، انا كنت عادي ممكن اشتري الحاجات دي من اي مكان، بس انا كنت رايحة عشان اشتري المبرد. بس فما عرفتش بقى اشتري المبرد من هايبر. رحت فين؟ رحت اشتريت من رنين. رحت رنين، بس كنت رايحة عند ماما. ده كان تاني يوم بقى. انا رحت عند هايبر اول يوم دوت ورجعنا بالليل كده، وخدنا اليوم ده فسحة وقعدنا اتفسحنا شوية ولفينا في الطراوة وكده. جيت تاني يوم بقى، تاني يوم رحنا رنين. ده هنا كنت عند رنين. جبت اللي هو الكولدير دوت. انا كنت هجيب الكولدير بس لقيت في ماركة احلى منه، والراجل قال لنا ان دي احلى وانضف وكده. وده ياباني، وقعد بقى يقول لنا حاجات كده كتيرة ياباني، ولقينا ان هو اغلى حقيقة من اغلى جهاز عندهم. فقلت ايه خلاص نشتريه. بصوا انا جايبه لكم الاسعار وجايبه لكم كل حاجه، اهي كل اسعار المبردات. وبعد كده ايه اشترينا نوع تاني اسمه، بص ده كولدير بس القارورة بتاعته تحت. ده فريش. ده اللي انا اشتريته اللي هو ايه سكاني. اشترينا سكاني. بصوا هو شكله تحفة. بصوا تمنه 7830.
بصوا، هو بسم الله ما شاء الله، هو شكله تحفة. يعني هو شكله جميل. هنا مالك بقى هو اللي كان متعور في رجليه، كان قص ضفره بالقصافة، فعمل له صديد وعمل له حاجات كده وحشة. بس فهنا بقى اهي اهو، بصوا الاسعار اهي. بصوا بقى كولدير انا ما اشتريتوش ليه. كولدير بصوا الحنفيه بتاعته عامله ازاي، خفيفه جدا وضعيفه جدا وبتتهز كده. فطبعا ايه، وهنا في تلاجة اهو. بس المشكلة في الحنفية دي ان انا عندي اطفال، فالاطفال عندي مش هيسيبوا الحنفية دي في حالها، طبعا هيفضلوا يلعبوا فيها كل شوية. فالحنفية دي من السهل جدا انها تتكسر. والراجل بصراحة الله يبارك له قال لنا ايه، قال لنا ان ضغط المية بتاعته مش قوية. يعني المية اللي بتنزل من الحنفية بتنزل سرسوب رفيع، مش بتنزل ايه بغزارة، يعني مش بتنزل مية كتير، لا بتنزل ايه بشوية يعني شوية صغننين صغننين كده. فطبعا ايه قلت خلاص طالما إن فيها عيوب، هو قال لي ان هي بتسقع وجميله وكل حاجه، فقلت طالما إن فيها عيوب خلاص. هنا دوت بقى الايه اللي جبت بقى انا ده اللي هو سكاني. قعد ايه قال لي ان سكاني في منه خلاطات، انا اول مره اسمع عن سكاني. قال لي ده في منه خلاطات واللي هو الكبه هنا التلاجة دي تلاجة. وفي كبة وفي استشوارات ومكاوي شعر ومش عارفة ايه، قعد يقول لي بقى عليه حاجات كتير، مواصفات كتير كده. فبصراحة اقنع جوزي بيه، وهو اغلى من كولدير. فجوزي قالك ايه الغالي تمنه فيه، كده كده ايه طالما غالي يبقى هنلاقي ان هو حاجة كويسة. فقلنا خلاص خدناه واتكلنا على الله وكده. زي ما انتوا شايفين اهو خدته وظبطته، وهمسكه دلوقتي هغسله وهنضفه وهخليه زي الفل. علشان ايه نبتدي بقى اهو. هنا اهو جبت الليفة جديدة خالص اهي، اسفنجة اللي هي الاسفنجة دي. بصوا فتحته اهو، وهبتدي بقى ان انا اغسله. بصوا زي ما انتوا شايفين اهي الاسفنجة لسه جديدة خالص، علشان دي هخليها بس للديسبنسر او للمبرد. مسكته بقى غسلته كده خليته زي القشطة وزي الفل. وطبعا ظبطته عشان خاطر نبتدي نملاه ونحط فيه المية بتاعتنا. فلازم يكون ايه شلتي الريحة اللي هي بتاعت، بيبقى ليه ريحة بلاستيك كده. فطبعا انا غسلته عشان ايه اشيل ريحة البلاستيك دي وكده. فخليته زي القشطة وزي الفل وكل حاجة وشغلته. وبصراحة طلع مش حلو. يعني طلع ان هو بصوا بيسقع سقعية بسيطة جدا. هو ليه كده 3 لمبات، لمبة اللي هي بتاعت الباور، ولمبة بتاعت السخن، ولمبة بتاعت الساقع. اللمبة اللي هي بتاعت الساقع دي لونها اخضر كده. اللمبة دي لما بتتفي بيفصل زي التلاجة بالظبط. يعني التلاجة اللي هي المفروض ان هو الطبيعي يبقى زي التلاجة العادية بتاعتنا، يفصل وهو فيه مية ساقعة. لا ده بيفصل المية اللي فيه اللي هي الساقعة دي تسخن خالص، وبعد كده يبتدي يشتغل تاني. هو كده شغال مع نفسه تلقائي كده، يشغل مية يسقع المية، وبعد كده يفصل، وبعد كده يقوم ايه المية تسخن، يقوم مسقع تاني. طب انا كده باجي اشرب بلاقي المية سخنة، مش ساقعة. عايزك بقى كل شوية تفضي المية اللي فيه اول باول. بصوا الزراير اللي ورا دي زراير امان اللي هي بتاعت السخن والساقع. وشايفين بقى اللي هي الصامولة اللي عمار بيفكها دي، هي دي اللي بتنزل المية اللي انا حطيتها كلها من فوق. بصوا هنا عمارة وانا ما كنتش قادرة افكها، وهنا عمار ربنا يبارك لي فيه هو اللي ايه فكها لي. فتحها كده وفيها بتاع في النص كده بتشيليها، بيقوم منزلك المية ايه اللي هي الباقية دي كلها، ويفضي المية. بصوا بيفضي بقى المية اللي فيه اهي.
المية اللي انا غسلت بيها. طبعا عمار هو اللي كان قاعد بيساعدني عشان خاطر انا في حاجات كتير انا كده مش عارفاها، فهو بسم الله ما شاء الله عليه هو اللي ايه اللي عارفها. واحنا كنا لسه اول بقى مرة نجربه، اول مرة نعرف بيتنضف ازاي وبيتغسل ازاي وكده. فهو يا عمار كان هنا بيساعدني وعمال يقول يا ماما ده من هنا، يا ماما ده من هنا. المهم بقى ان انا ايه غسلته ونضفته كده وخليته زي الفل. و... وبعد ما غسلته طبعا شغلناه. جوزي وهو طالع جاب لنا هي القارورة بتاعة المية، وشغلناه وقعدنا نستعمله 10 ايام. هو انتي لينا 14 يوم ضمان من المكان اللي انتي شارياه منه. يعني انا كنت شارية من رنين فليا 14 يوم ضمان في رنين. لو في اي مشكلة في الجهاز بتروحي توديه لهم وايه وبتستبدليه او بترجعيه وتاخدي فلوسك، او بتستبدليه وتاخدي نوع تاني، او تاخدي هو النوع حسب يعني. المهم ان احنا اتصلنا بالشركة فقالوا ايه ده في عيب صيانة، فممكن الفني يجي يشوفه وكده. فرحت قلت لا، الفني هيجي يشوفه من اولها. وقلت طب ما احنا لسه لينا ضمان عند المكان اللي اشترينا منه، نروح ايه نرجعه. فروحنا بصراحة رجعناه واشتريت بداله ماركة تانية. بس بصراحة اشتريت ماركة تانية رخيصة. تابعوا بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هوريكم بقى انا جبت ايه. انا عملت لكم ريفيو عن دوت، والماركة دي طلعت مش حلوة خالص. سكاني مش حلو خالص في المبرد، لكن هو حلو في الخلاطات وحلو في مكاوي الشعر والاستشوار بتاع الشعر ومكان الحلاقة والحاجات الصغننة، لكن مش حلو في الحاجات دي بصراحة. يعني انا جربته اهو في المبرد طلع مش حلو خالص، رغم ان هي يعني شركة معروفة. سكاني شركة معروفة، مش شركة مش معروفة ولا حاجة. ماشي. وده طبعا اهو جوزي جاب لنا القارورة دي وهو طالع، عشان طبعا ايه نبتدي نشغله كده. شغلناه وطلع قعد ساعة الا ربع لحد ما سقع المية. بس كل مرة عايزك تقعدي ساعة الا ربع تستني المية تسقع. كل مرة يفصل فيها اللمبة الخضرا دي عايزك تقعدي ساعة الا ربع تستني المية تسقع. فبصراحة هو ده عيبه. لما رحنا ودينا المحل قالك ده مش عيب، بس هو ممكن يكون هو تصنيعه كده. طب انا ليه ايه اللي يخليني؟ طب ما انا استنى التلاجة بقى، استنى التلاجة عادي لما تسقع. انا عايزة ايه؟ حاجة ادوس عليها تنزل لي مية ساقعة على طول. وده اللي احنا عارفينه يعني عند الناس كلها كده. حاجة بتدوسي عليها بتنزلك مية ساقعة، مش تستني لما المية تسقع. اصبري ساعة الا ربع، اصبري نص ساعة لما المية تسقع. فبصراحة طلع مش حلو خالص خالص. اللي هيشتري مبرد ما يفكرش في الماركة دي خالص. والمرة الجاية بقى الفيديو اللي جاي انا هقول لكم انا جبت ايه، وهوريكم بقى المشتريات اللي انا جبتها الاحلى من ده. و... وتابعوني واستنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله، علشان اقول لكم إيه اللي انا جبته وايه اللي انا عملته. ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي اللايك بتاعك وتحطي لي كومنت حلو، عشان انا بفرح قوي قوي بكومنتاتكم. ربنا يخليكم ليا اجمل متابعين في الدنيا. وشكرا جدا على انكم وصلتوني ل900، وعقبال ما نوصل ل900 ألف إن شاء الله مع بعض. بس بقى تابعوا الفيديو اللي جاي، وهستناكم تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.